يلا الحق، اول ولايه استراليه تفتح الهجره ليها للسنه الجديده 2025. يلا الحق قدم. يا لا انا بعملها. لا حاجه كده متخلفه بجربها. ايه؟ بدلل. الحق انت ما بتقدمش ليه؟ صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ سنه جديده هنا في استراليا، الدنيا بدات خلاص تمشي، وولايه غرب استراليا واللي عاصمتها بيرث كانت هي اول ولايه هنا في استراليا تعلن فتح باب الهجره ليها للسنه الجديده 2024 2025. مشوار الهجره ممكن تمشيه لوحدك، وهتلاقي كل حاجه انت محتاج تعرفها في فيديوهات الهجره بتاعه العملي، بشرح فيها تجربتي وكل حاجه انا اعرف. ولكن لو وقفت في اي حاجه وحابب ان انت تتواصل معايا، عندك اي استفسار او حابب تسال على حاجه معينه، فهتلاقي طريقه التواصل تحت الفيديو في الديسكربشن. ولو عاوز حد بقى يساعدك ويمشي معاك مشوار الهجره من اوله لاخره خطوه بخطوه، ويبسط ويسهل عليك الدنيا جدا، مش محتاج ان انت تتعب دماغك، يعني هو هيمشي في كل الاجراءات معاك وهيبقى بيتابع معاك بس كده اول باول. ولو احتاج اي ورق هيقول لك تجيبه، هو هيقدم ويمشي في كل الخطوات بالنيابه عنك. فهسيب لكم تحت لينكات تتواصلوا بيها مع احسن محامي وكيل هجره هنا معتمد لاستراليا، التواصل معاه بالعربي، وموجود هنا جنبي اصلا في ملبورن. اتواصلوا معاه لو عندكم اي استفسار عن اي حاجه هنا في استراليا او اي نوع فيزا انتوا حابين تقدموا عليه. مفيش هجره من غير الانجليزي، ودايما بقول الانجليزي هو اسهل حاجه تجيب منها نقط للهجره. 25 نقطه كاملين، اكتر من تلت النقط اللي انت محتاجها حاليا للهجره لاستراليا. ال 65 نقطه ممكن انت تجيبها من امتحان الناتي اللي هو امتحان الترجمه دوت، وامتحان البي تي اكاديميك، اسهل امتحان دلوقتي خاص بالانجليزي للهجره لاستراليا موجود على الساحه. انا عملت كذا فيديو شرحت فيهم كل حاجه عن تجربتي مع الانجليزي، هتلاقيهم موجودين على القناه. ولكن لو انت عندك اي مشكله مش عارف لسه تجيب السكور اللي انت عايزه، بتعاني في حاجه معينه، الاحسن انت تشوف حد يساعدك ويوفر عليك موضوع الوقت دوت لو انت مش عارف تجيب السكور لوحدك. انا من تجربتي بنصح اي حد بيعاني في موضوع الانجليزي ده تواصل مع بي تي اي بيك، ده احسن سنتر اونلاين ممكن يدربك على موضوع الامتحان من اوله لاخره. لو انت بتعاني في اي حاجه هيعرفوا يظبطوها لك، هيعرفوك تكنيكات الحل، ازاي ان انت تقدر تجيب اكتر عدد من الدرجات، ازاي الكمبيوتر ده بيصحح، هيسهلوا لك الدنيا كده وهيسيستموا لك كل حاجه بحيث تعرف ان شاء الله تجيب السكور اللي انت عايزه في اقصر وقت. بيرث مدينه تحبها من اول ما تشوف. انا زرت اغلب مدن استراليا، بس بيرث هي كانت اكتر مدينه فاجئتني الصراحه. ما كنتش متوقع ان كل حاجه فيها متوفره كده، من مواصلات وطبيعه واكل حلال وسهر، كل حاجه. ده غير الجو المستقر على مدى السنه كلها. بيرث فيها احلى جو في استراليا كلها. انا رحت بيرث من فتره وصورت هناك كذا فيديو كده عن البلد بصفه عامه، وهينزلوا ان شاء الله خلال الاسابيع اللي جايه، وهتشوفوا فيها قد ايه المدينه والولايه دي فعلا متكامله. طيب خلونا نخش في الجد بقى. 5000 فيزا او دعوه حكومه ولايه غرب استراليا خصصتهم للسنه الجديده، مقارنه بالسنه اللي فاتت واللي كانت عدد الدعوات او الفيز فيها 2350 فيزا او دعوه بس. يعني السنه دي عدد الدعوات بتاعه الولايه اكتر من الضعف. من سنتين فاتوا كانوا بيطلبوا من الناس انهم يدفعوا 200 دولار استرالي زي مصاريف تقديم على الدعوه من الولايه، ولكنهم من السنه اللي فاتت قال لك مش عاوزين الناس تدفع اي حاجه، اللي شايف نفسه محقق الشروط بتاعه الهجره والولايه يقدم. فالسنه دي مفيش اي فلوس او مصاريف انت مطالب ان انت تدفعها وانت بتقدم وتطلب دعوه من الولايه. الولايه فاتحه التقديم على الفيزتين، الفيزا ال 190 السكيلد نومينيتد فيزا واللي بتديك 5 نقط، وكمان الفيزا 491 السكيلد ورك ريجنال بروفيجنال فيزا واللي بتديك 15 نقطه كاملين يزودوا نقطك المطلوبه علشان تعرف توصل لل 65 نقطه المطلوبين للهجره. هجره استراليا هي هجره نقط، فكل ما نقطك زادت عن ال 65 نقطه دولت كل ما فرص ان انت تجيلك الدعوه اسرع بتزيد. لو دخلنا على موقع الولايه واللي هيسيبه لكم تحت الفيديو في الديسكربشن، ونزلنا كده ل 2024 2025 eligibility requirements، هتلاقيه بيقول لك لو انت عاوز تقدم على دعوه من ولايه غرب استراليا لازم وظيفتك المؤهل بتاعك يكون تحت ستريم من الاثنين دول. الستريم او الطريق الاول هو للناس اللي درست هنا في الولايه، الجرادويت ستريم. لو انت درست في ولايه غرب استراليا ووظيفتك في الليسته دي يبقى تقدر تقدم. الستريم والطريق الثاني هو لاي حد ما درسش في الولايه، الجنرال ستريم.
بس وظيفته حاليا الولايه طالباها من ضمن الوظائف اللي فيها نقص هناك. طبعا الشرط ده بجانب انك اصلا تكون محقق شروط الهجره نفسها من سن ومعادله وانجليزي، مخلص كل ورقك ومخلص كل حاجه، وكمان وظيفتك مؤهلك، ودي اصلا اهم حاجه، تكون مطلوبه في لسته او قائمه الوظائف اللي الولايه حاليا طالباها. لو كده تقدر وبقلب جامد انك تقدم. علشان اكون بردك قلت كل حاجه، الولايه طالبه انك يكون معاك سنه واحده خبره في مجالك علشان تعرف تقدم، فللاسف اي حد لسه متخرج مش هينفع يقدم السنه دي. ولايه غرب استراليا معتمده بشكل اساسي على التعدين وكمان البنى، وعلشان كده لو انت وظيفتك في قطاع البنى والكونستراكشن فانت كده ممكن تقدم على الفيزتين، الفيزا ال190 وكمان الفيزا ال491، مفيش اي مشاكل. ولكن لو وظيفتك ومؤهلك حاجه تانية لازم يكون معاك عقد عمل من 6 شهور لسنه من شركه في الولايه علشان تقدر تقدم على الفيزا ال190، ولكن مش لازم ابدا للفيزا 491. فانت عادي ممكن لسه تقدم على الفيزا 491، مش مطلوب منك تعرف تجيب اي عقد عمل، ولكن لو حبيت تقدم على الفيزا ال190 ساعتها لازم للاسف تجيب عقد عمل من 6 شهور لسنه من شركه هنا موجوده في الولايه. شرط عقد العمل ده بس مطلوب للفيزا ال190 ولكنه مش مطلوب ابدا للفيزا 491. ولو وظيفتك ليها علاقه بالبنى والكونستراكشن فانت مش مطلوب منك اي عقد عمل. لو عايز تقدم على الفيزا ال190 تقدر، وكمان لو عايز تقدم على 491 تقدر، لان دي واحده من الوظائف او المجالات اللي مطلوبه وبشده في الولايه دي، فهم مش طالبين اي عقد عمل لمجموعه الوظائف دي. اي حاجه تانية غير الكونستراكشن والبنى لازم عقد عمل لل190، ولكن اي حاجه خاصه بالكونستراكشن لا عادي ممكن تقدم على 190 من غير عقد عمل زيها زي 491. ازاي بقى تعرف وظيفتك مطلوبه ولا لا؟ هتنزل تحت هنا على موقع الولايه check the eligibility of your occupation here، وبعد كده هتدوس هنا هتلاقيه حاطط لك كل الوظائف والقطاعات المطلوبه. لو كتبت هنا وظيفتي مهندس مثلا انجينير ورحت مثلا لاجريكلتشر انجينير مهندس زراعي، خلينا في الجنرال الجرادويت ده بس لو انت درست في الولايه، هتلاقيه هنا كاتب لك اهو عدد النقط المطلوبه، وكمان الوظيفه دي مفتوحه للفيزا 190 والفيزا 491 ولا لا. طيب لقيت وظيفتي مطلوبه، اقدم ازاي بقى؟ اول حاجه هتدخل على موقع سكيل سيلكت زي ما شرحنا قبل كده في سلسله العملي، وتعمل EOI Expression of Interest على الفيزا اللي انت عاوزها، وتختار ولايه غرب استراليا ان هي تبقى سبونسر ليك. تاني حاجه جهز كل ورقك، واول ما تجيلك الدعوه للتقديم على الفيزا معاك 28 يوم تقدم فيهم. الولايه هتبص على كل ورقك، ولو كله تمام هتبعت ليك جواب الترشيح واللي انت هتاخده كده، وتروح بيه رسميا تقدم بقى على الفيزا اللي انت عاوزها خلال 60 يوم، وبيستنى يتبص من اداره الهجره على كل الورق وكل حاجه وجواب الدعوه بتاع الترشيح، ويتبعت لك بعد كده الفيزا. البروسيسنج تايم الوقت اللي المفروض يترد عليك فيه من وقت ما تبعت الملف بتاعك للولايه هو 28 يوم. ولو عاوز في اي وقت تعرف فيه كام دعوه اتبعتت من ال 5000 دعوه دول على مدى السنه، ممكن تعرفها من هنا من موقع بتاع الولايه. الهجره اكيد تستاهل. لو قدمت وان شاء الله جات لك الدعوه هتقدر تيجي هنا انت وعيلتك وتعيش في واحده من اجمل الولايات والمدن في استراليا كلها. استنوا الفيديوهات اللي جايه من بيرث عشان تشوفوا قد ايه المدينه دي فعلا رائعه. ادخل دلوقتي على موقع الولايه وشوف وظيفتك مطلوبه ولا لا، ولو مطلوبه قدم دلوقتي. 5000 فيزا او دعوه، مين عارف ممكن انت ان شاء الله تكون واحد منهم. ولو لسه ما بداتش في اجراءات الهجره، كل ما تبدا بدري الموضوع بيكون اسهل. صدقني والله كل ما هتكبر في السن هتلاقي نفسك تقلت وبتكسل، كمان الموضوع هيبقى اصعب واصعب. لسه عندك وقت، الهجره لاستراليا عمرها ما هتقفل. اسعى بس وسيب الباقي على ربنا. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم الفيديو اللي جاي وسلام.